أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالثانية يغفر الله لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طلبا لاستجابة الدعاء ولغفران الذنوب ولشفاء المرضى ولقضاء الحوائج بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمنا، وفاز من لجأ إليكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. فيا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العلي العظيم. ولا بأس بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية المباركة واضحة من خلال كلام الله تعالى. قد أفلح المؤمنون. الله تعالى قيدها بأن هذا الفلاح هو للمؤمن تحديدا. لماذا؟ لأنه يخشى في صلاته، عند خشوع، عند خشية من الله تعالى. وأيضا تعدد صفات المؤمنين، الذي هو يؤدي الزكاة وينفق بما رزقه الله تعالى. بما أنه الليلة هي مناسبة ليلة 40، أحب أن نذكر بعض صفات الذين آمنوا في حديث إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الذي حصر علامات المؤمن في 5. علامات المؤمن 5. أولها إمامنا العسكري عليه السلام يقول: صلاة 51، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وتعفير الجبين، والتختم باليمين، وزيارة الأربعين. الإمام عليه السلام يبين هذه الصفات. وللمؤمن كما أسلفنا في مجالس سابقة، المؤمن المقصود به هو 12. المؤمن الشيعي 12، يعني لا يكون زيديا أو واقفيا أو إسماعيليا. هاي بعض الفئات أو المذاهب أو التسميات اللي انحرفت عن خط الأئمة صلوات الله تعالى عليهم أجمعين.
لا بد أن يكون 12 حتى يتميز بهذه الصفات. ولذلك الروايات كثيرة وكثيرة تبين لنا صفات المؤمن، لكن الإمام عليه السلام هنا يخلي هذه القاعدة أو هذه الميزة أو هذه الصفات أو العلامات اللي يتميز بها المؤمن دون غيره. أولا الإمام يقول صلاة 51، يعني 51 ركعة، بالإضافة إلى 17 ركعة الواجبة اللي يصليها الإنسان في صلاته اليومية. هنالك 34 ركعة من المستحبات، نوافل الظهر والعصر والمغرب ونوافل الليل اللي يؤديها الإنسان. ولذلك بعض الروايات اللي تصف المؤمن في مثل هذه الأجواء، أجواء الشتاء اللي يطول ليلها ويقصر نهارها، يقول هذا المؤمن يستعين بهذا الوقت الطويل بأن يقوم الليل يعبد الله سبحانه وتعالى، يغتنم هذه الفرصة. قصر النهار يقول يستعين به على الصيام، لأنه كما تعلمون أنه الإنسان أسأل الشاب المؤمن اللي في بداية البلوغ، بداية التكليف الشرعي، يتعلم يصلي، ربما ما يكون مطلوب صلاة أو صيام، لكن الكبير اللي جزء عمره 40 سنة أو أكثر ربما قد 20-25 سنة إلا صلى أو صام. فهاي الأعمال كلها مطلوب بها، مطالب بهذا الإنسان، لابد أن يقضي ما فاته لأنها في ذمته، واجب عيني لابد أن يقضي. كذلك الصيام، فالمؤمن يتخذ من هذه الأوقات، يعني يغتنم كل وقت يمر عليه في عبادة الله تعالى. وعلامة من علامات المؤمن أنه يحيي الليل بالصلاة، مو بس الصلاة، أكو روايات عندنا تبين أن أهمية الوضوء، أن الإنسان قبل أن ينام يتوضأ. مضمون الرواية يقول بات وفراشه كمسجد إذا توضأ ونام. هسه راح تقول هذا إذا نام بعد انتقض الوضوء في حال النوم. الرواية واضحة أنه ينام على طهارة، يأوي إلى فراشه، بات وفراشه كالمسجد، وإذا مات في ليلته إلى أجر شهيد تلك الليلة. قد رواية لطيفة وعظيمة تخلي الإنسان دائما على تدري أنت آثار الوضوء. من ضمن آثار الوضوء أنها توسعة الرزق، الإنسان يشعر باطمئنان. لذلك عندما ترجع إلى رواية الإمام الصادق سلام الله عليه، لا تنال شفاعتنا مستخفا لصلاته، يصلي لكن عنده استغفار، عنده تهاون. بعض علمائنا يبين لنا شنو هذا الاستغفار والتهاون. يعني الإنسان مثلا ما يتوضأ، ما يدري أنه هذا وقت صلاة إلا أن يسمع الآذان، سيقولون على أقل تقدير في الدقيقتين الثلاثة يكون هو متهيئ وقاعد على سجادة الصلاة متوجه إلى الله تعالى. وهذا التأخير، هذا اللامبالاة والاستخفاف، هذا يدخل الإنسان أنه بعض الأحيان يكبر تكبيرة الإحرام ما يدري إذا هو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلص صلاته وما يدري. وهاي الروايات واضحة تقول هاي تلف كالثوب الخلق، يعني الثوب القديم، وتضرب ويضرب بها وجه المصلي، لأنه ما يدري شنو قال في صلاته، لابد أن يتمعن، لابد أن يعرف ماذا يقول. فالإمام عليه السلام يقول هاي علامة من علامات المؤمن أنه يقيم هذه الصلاة. لكن بعض الأحيان عندنا روايات أيضا يقول إذا النوافل أضرت بالفرائض يقول فليس لها الإنسان، لأنه بعض الأحيان واحد يصلي صلاة الليل يتأخر لكنه ينام عن صلاة الفجر، وهذا يصلي لأنه أضرت بالواجب، ولا يصل مكان الواجب إلا الواجب. العلامة الثانية اللي الإمام عليه السلام يقول هاي من صفات وعلامات المؤمن هي الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وكما تعلمون روايات كثيرة عن البسملة، يقول ما بدأ أمر ببسم الله الرحمن الرحيم إلا وتم. إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كل أمر، طبعا أمر مشروع، أمر راجع ومستحب،
عند الله تعالى، يعني مو أمر محرم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، هذا كما في بعض الروايات يقول يستهزئ بنفسه. يبدأ بالبسملة. روايات عندنا كتبنا الفقهية كذلك، كل صلاة عندنا من الصلوات الخمس، صلاة الصبح أو الظهرين أو العشاءين، عندنا البسملة بها إما واجبة الجهر أو مستحبة الجهر. الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأنه الجانب الآخر اللي يلاحظ بعض الصلوات للجانب الآخر مستحيل أنهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن عندهم كتبهم يقول كل عمل يقوم بهذا الرافضي وإن كان حسنا وإن كان واردا عن النبي صلى الله عليه وآله احنا نخاف. لذلك الإمام الهادي عليه السلام شنو يقول؟ يقول وفي خلافهم الرشد. إذا تخالف دولة اللي ينصبون العداء للأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، يقول هذا أكو رشد في خلافه، لأن جميع الأعمال بعض أو جميع أعمالهم باطلة، لأنه آية الوضوء واضحة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم على القراءتين. دولة ما عندهم هذا الشيء. أول شيء هو يتوضأ مو من المرفق إلى الأطراف الأصابع، لا، يتوضأ بالعكس، يغسل رجليه ما يمسحها وإلى آخره. يعني أنت من تجي إلى مقدمة الصلاة إلى الوضوء هذا باطل، ولذلك الصلاة ماذا تكون باطلة، لأن مقدمتها باطلة. كذلك تجي إلى التكفير اللي يعبرون عنه بالكتب الفقهية. التكفير شنو معناه؟ هو احنا نسميه التكتف، وضع يد على يد الأخرى، هذا مبطل للصلاة. أيضا عندنا روايات تبين أن هذا التشهد الوسط، التشهد الأخير، هذا لازم واجب أن الإنسان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي صيغة التشهد الصحيح. بعض الاستفتاءات عند علمائنا يقول له أنا أقول هاي المفردة لكن أقول صلى الله عليه وآله، باطل الصلاة. لماذا؟ لأن هاي أحكام توقيفية ما نقدر نتلاعب بها. هكذا وارد في الرواية، أنا واجب عليه أطبق. ولذلك تشوفه هو حتى وإن كان يذكر النبي لكنه لا يجهر بالصلاة. واللي رايح الله رازقه العمرة أو إلى الديار المقدسة يلاحظ هذه الأشياء ملموسة، يعني احنا شفناها يعني رأي العين. شوفوا شنو الخلاف اللي بينك وبينه، خلاف كثير، خلاف كبير، خلاف واسع، يحاول قدر الإمكان أنه يخالف. ولذلك الإمام ماذا يقول؟ يقول عمدوا إلى أشرف آية بالقرآن فسرقوها، اللي هي البسملة، أعظم آية وأشرف آية سرقوها. يحاولون قدر الإمكان أنه لا يجهرون بها بصلاتهم حتى يخالفوا. العلامة الثالثة الإمام يقول وتعفير الجبين. الجبين هاي الناصية، هاي جبهة الإنسان. يقول الإنسان المؤمن دائما يسجد إلى الله تعالى، وكثيرة هي الروايات اللي حثت على استحباب السجود، مو السجود الواجب اللي في الصلاة. أكفرت قضية مهمة أنه الإنسان إذا مثلا فرغ من صلاته يستحب له أن يسجد سجدة شكر إلى الله تعالى. لماذا؟ لأنه أعانه على إتمام صلاته، ثواب عظيم. بعض الروايات أنه الإنسان كل ما تمر به نعمة يسجد إلى الله تعالى، كل ما يدفع عنه بلاء يسجد إلى الله تعالى، ثواب عظيم. فتشوف الإنسان المؤمن دائما يسجد إلى الله، دائما يعفر جبينه إلى الله تعالى، لأنه أشرف مكان عند الإنسان هي ناصيته، هاي الجبهة اللي دائما الإنسان يخليها مرفوعة. حتى بعض الناس اللي ما يصلون من السئلة يقول لك أنا شنو فرد مفردة يعني غير أخلاقية، أنا شنو أدنق الله سبحانه وتعالى، أنا شنو أسجد لله، يعني فرد عنده عداء وحرب لله تعالى. وهاي كثير يحشون سامعينها من أكثر من وقت، يستنكف. بينما الله تعالى إذا ابتلى
بهاي الإنفلونزا عافاكم الله ليلة كلها. لذلك هذا الحجاج يقولون سأل واحد قال له لما خلق الله الذباب؟ الذباب ليش الله؟ قال له ليذل به الجبابرة. هاي ذبابة أو بعوضة تدخل وياك بالليل بالغطاء مات ليلة كلها. وين قوة الإنسان؟ وين عنفوانه؟ وين الكبرياء؟ بحاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة عندنا إلا من عند الله تعالى. العلامة الرابعة اللي يقول عنها الإمام تميز المؤمن عن غيره هي التختم باليمين، وهاي علامة فارقة. مو حرمة أنه الإنسان يعني حرام يتختم في شماله، لكن هاي ميزة. شنو هاي أحداثها؟ في واقعة صفين لما كان أمير المؤمنين على مشارف الجيش معاوية، على أعتاب النصر على معاوية لعنة الله عليه، هذا عمر بن العاص هذا الداهية أشار على معاوية قال له ارفع المصاحف ونادي لا حكم إلا بالله، احنا نحتكم إلى كتاب الله. بينما النبي ماذا يقول في وصيته؟ إني تارك أو مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لن يفترقا حتى يردا ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. بالكتاب بالإمام المعصوم اللي موجود في زمانه بيهم اثنينهم ما تضل أبد. لن هاي اللي تفيد لن تضلوا بعدي أبدا. فهذا الداهية قال ارفع المصاحف، ورفعوا المصاحف لا حكم إلا لله. هذا إمام معصوم، هذا قرآن ناطق، هذا اللي النبي صلى الله عليه وآله يوصي أصحابه يقولون علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه، يعني الحق يدور ويا علي، مو علي يفتر، لا، علي هو حق بحد ذاته، الحق والأمير المؤمنين. تركوا علي بن أبي طالب. شنو قالوا؟ قالوا هذا عمر بن العاص هو حكم، وهنا أبو موسى الأشعري يكون مندوبا عن الجهة اللي بها أمير المؤمنين. يقول هذا إجا هذا داهية، قال له احنا نسوي لنا فرد عقد انا وياك، نخلع علي بن ابي طالب ومعاويه لعنه الله على معاويه، نشوف لنا واحد يحكم الناس وكافي مشاكل وكافي معارك وحروب والمسلمين انتهوا بعد. قال شلون الصيغه؟ قال تخلع خاتمك من يدك وتقول اخلع فلان كما اخلع خاتمه. يقول هذا صعد هم نفس الشيء، خلع المحبس من ايده وتبرأ من علي بن ابي طالب عليه السلام. يقول هذا وراء أيضا ارتقى المنبر وقال لهم أنا كما قال صاحبي أخلع علي بن أبي طالب من يدي كما أخلع خاتمي هذا، أخلع علي بن أبي طالب وبيعته كما أخلع خاتمي من يدي. يقول خلاه بإيد اليسرى قال وأثبت صاحبي كما أثبت خاتمي. فصارت ميزة الرافضي للشيعي الاثني عشري للمؤمن يتميز عن غيره، ولذلك الإمام يخليها علامة فارقة تميز المؤمن من غير المؤمن. العلامة الخامسة الإمام عليه السلام يقول وزيارة الأربعين، والقصد من زيارة الأربعين هاي لام العهد أربعينية سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه، لأنه مرت أحداث كثيرة وطغاة وحكام وما يدعون بأنهم خلفاء منعوا ذكر سيد الشهداء عليه السلام، منعوا زيارة الحسين عليه السلام. لكن الإمام عليه السلام يبين أنه علامة من علامات المؤمن أنه زيارة الحسين عليه السلام، ولذلك وارد بها روايات. أولا ما روي عن جابر رضوان الله عليه، جابر بن عبد الله الأنصاري اللي جاء يوم 20 من صفر وزار سيد الشهداء عليه السلام. الرواية عن الإمام عليه السلام في لأحد أصحابه يقول له زر عند ارتفاع الشمس وإنطاء صيغة الزيارة، زيارة الحسين والسلام على ولي الله وحبيبه إلى آخر الزيارة. وأيضا هاي الرواية اللي عن الإمام العسكري سلام الله عليه يقول هاي علامة من علامات المؤمن أنه يزور الحسين أو يزور الحسين في يوم 20 من صفر. ولذلك أنت تشوف
كبار السن، آبائه، الآن احنا أبنائه، الجيل اللي راح يجي بعدنا. سنة متعارفة عند الجميع أنه الإنسان إذا فارق عزيزا على قلبه في يوم الأربعين تأسيا بزينب وأخوات زينب، بعائلة الحسين، بإمامنا زين العابدين سلام الله عليه، أنه الإنسان يذهب لزيارة أحبته، زيارة القبور في يوم 40 المتوفى. وكأنما هاي سنة صارت عند شيعة أهل البيت وعمل مستحب، لأنه زيارة الميت في كل يوم، في كل وقت، في كل ساعة مستحبة، واستحباب بها ثواب عظيم. يعني لا يقتصر فقط على يوم الأربعين. حتى بعض الاستفتاءات للعلماء أنه هل يجوز زيارة الميت قبل يوم السابع أو بعد يوم السابع قبل الأربعين؟ نعم، فيها استحباب. يستحب أنه المؤمن إذا زار قبر المؤمن أن يقرأ عنده شيئا من القرآن. يستحب أن يقرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقولون 7 مرات، يخلي يده على القبر يقرأ سورة القدر 7 مرات، يقول هذا يغفر للميت وللقابر. ثواب عظيم. قراءة سورة ياسين، قراءة الدعاء المأثور السلام على أهل لا إله إلا الله. ولذلك شوف شيعة الحق، شيعة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، تأسوا بزينب وما جرى على زينب بزيارة من يفقدونه، زيارة كل ميت عنده في يوم 40. لذلك شوف زينب عليها السلام عندما جاء حادي الأضعان وقف على مفترق طريق، وإجا إلى زين العابدين قال له يا سيدي يا علي بن الحسين، هذا طريق يؤدي إلى المدينة وهذا طريق يؤدي إلى كربلاء. يقول الإمام عليه السلام قال له خلي أسأل عمتي زينب، شوف عمتي زينب شنو رأيها. عمه هذا طريق للمدينة، هذا طريق إلى كربلاء. قالت عم علي المدينة ومن بقي لي في المدينة، ما عندي شيء بعد بالمدينة. عم قل للحادي أن يعرج بنا إلى قبور أحبتنا. الرواية تقول لما جاءوا بالأضعان زينب من على ظهر الناقة، يقولون ما انتظرت أن تناخ لها الناقة، لا، رمت بنفسها على قبر سيد الشهداء. ويا من شافت قبور الأهل لاحت بعال الصوت ويحسين صاحت، ويا زينب لا تظن خويا استراحت. رمت بنفسها على قبر الحسين، حطت التراب على رأسها على شيبتها. لكن هاي النساء كل وحدة تجي إلى قبر عزيزها، أم القاسم، أم علي الأكبر، أم عبد الله الرضيع. أم عبد الله يقولون تجلس على قبر الحسين، لأن الرضيع وين وسده زين العابدين؟ على صدر أبي عبد الله. قل له يا ابني يا عبد الله يا غالي، أنا برباك سهرت الليالي، أنا بس هاي ما كانت البالي. يا ابني أهز بالمهد لكن أم القاسم اجت إلى قبور الشهداء. قل له يا ابن اردف القبر نمت بي بيك يردك الفوق وصي يا قبر جاسم زينب نظرت يمينا وشمالا بعد أن قضت وطرها من زيارة قبر الحسين.
يقولون الإمام زين العابدين كان يعلم عمته زينب شنو تريد، يقول أخذها من يدها قالت عمه أين قبرك فيني؟ قال عمه تعالي أنا أخذك إلى قبر العباس. يقول دارت زينب إلى النساء يا بديوما نمشلنا صاحت يا الفواطم دوما نمشلنا لا عندي اللي تكفلنا منالنا يا بنريد نسايله ونزيد وانما يمناس بنمشي وحدنا لا ارضي المدينه وطن جد. لكن ترجع زينب يقولون تشوف اكو طفله صغيره قاعده وحدها الى جانب ما اجت للقبور. دنت منها زينب قالت بنيه لماذا لا تزوري هذه القبور؟ قالت لا عم كل وحده عندها عزيز هنا مدفون، لكن انا حميده ابنه مسلم قبر والدي بعيد عني. تقلها عم هذا الشعب قلبه باضلي عم بس قبر ابوي بعيد عني. تقلها عم مسلم يا عم احكي له حاله من مات يا ولد دلال يا بس لو عن الغاية يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ ما حال جثة ميت في أرضكم؟ بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. اللهم إنا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه بجده وأبيه بأمه وأخيه بالتسعة المعصومين الهداة بنيه بأنصاره المستشهدين بين يديه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحاجة مقضية ومريض مشافى، لا سيما مرضانا المنظورين منهم ومن أوصانا بالدعاء. اللهم من عليهم بالصحة والعافية والخير والأمان بمحمد وآل محمد عليك يا الله. الأخوة الحاضرين والمؤسسين اللهم تقبل أعمالهم جميعا، اللهم وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيهم وحوائجهم، شافي مرضاهم، ارحم أمواتهم. اللهم احفظ علماءنا وارحم شهداءنا وانصر مجاهدينا. اللهم عجل وليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأخوانه والساعين إليه في قضاء حوائجه لوجه الله وشرف النبي والأئمة الطيبين الطاهرين، أموات الحاضرين والمؤسسين أجمعين، إلى من مات على الولاية والإيمان، وبالأخص إلى أرواح من نذكره المرحوم أبو حازم، المرحوم أبو كاظم، المرحوم أنور، المرحوم أم صباح، أمواتكم جميعا. بلغ اللهم ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة ثلاثا بأعلى أصواتكم على محمد وآل محمد.